الاسم أستاذة يمين القيراط، شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها، نائبة العميد المكلفة بالبحث العلمي والتعاون ومديرة مركز الدكتوراه سابقا. ترشحت خلال الولاية الأخيرة مع السيد العميد، ومنذ أن أخذ العمادة وهو يحاول بجميع الوسائل أن ينتقم مني لأنني ترشحت ضده، لأن نافسته على العمادة. إذن الآن سحب مني ماستر أنا اللي حضرته وخدمت به، وماستر ناجح دوليا بشهادة خبراء دوليين، وفي نفس الوقت كيضايقني وما كيخليليش الفرص ديال العمل، وكي يتهمني بشي أمور خطيرة اللي خص يكون فيها في صددها تحقيق باش ندلي أنا، لأنه قام بإخبار المجلس بأمور كلها خاطئة بافتراءات كاذبة، والمجلس ما عطانيش الحق باش أنا ندافع عن نفسي. إذن هذه وقفة للتنديد بهذا الشطط في السلطة، استعمال السلطة، ومطالبة المسؤولين بفتح تحقيق يظهر الحق، وحتى يرجع نحافظ على كرامة الأستاذ، لأن كرامة الأستاذ مداسة في هذه المؤسسة. شي دعاوي للمحكمة الإدارية؟ لحد كاين أساتذة اللي رفعوا دعاوي، أنا في بصدد حتى أنا، لأن كان هناك قذف وسب وتشهير من طرف العميد، من طرف أعضاء المجلس، بعض الزملاء اللي كانوا. إذن أنا عندي الحق باش نلجأ للقضاء، أنا باقي ما لجأت، ولكن هناك راني بصدد تحضير الملف. عندنا الثقة في القضاء المغربي لأن القانون يحمي المواطن، وهناك قوانين جامعية أيضا تدافع على كرامة الأستاذ. وأنا كنظن بأن هناك إقصاء حتى بالنسبة للمرأة، لأن من خلال تجربتي مع السيد العميد هو لا يتجرأ على معاملة الأساتذة الذكور بنفس الطريقة التي يعامل بها النساء. إذن هذا حيف في حق أستاذة امرأة زعما تجرأت على منافسته على منصب العمادة. إذن هذا أمور كلها للأسف أنا هذه سنة وأنا كنعاني. هناك أمور كثيرة راسلت المسؤولين، راسلت عندي ملف كبير بهذه الخروقات وبهذه الاعتداءات، ولكن لحد الآن وصل السيل الزبا والحق يؤخذ ولا يعطى. إذا نحن سنستمر. هذه المرحلة الأولى، وهناك سيكون إن لم يكن هناك استجابة وإيجاد حل لهذا المشكل سيكون هناك تصعيد. سنصل إلى حد سميتو الإضراب عن الطعام. أنا مستعدة لأخوض أقصى النضالات لأدافع عن حقي، لأنه لا يعقل أن عميد يعتدي على أساتذة ويمارس الشطط في السلطة، لأنه غير معقول تماما. وأنا لا أعلم ما يقوله وما يروجه، لأنني أريد أن أحضر وأخبر الجميع بحقيقة الأمر. لم تعطى لي الفرصة رغم أن بعض الزملاء طالبوا بذلك وطالبوا من المجلس أن أحضر وأقوم وأخبرهم بما جرى، إلا أنه لم تعطى لي الفرصة. أنا أريد أن تعطى لي الفرصة لأحضر وأخبر الجميع بما جرى، لأن كل ما يقوله العميد كذب وافتراء، وأنه حور الحقيقة ولم يكشف عن الحقيقة. نعم، هناك مؤسسات متعددة، هناك منظمات نسائية، هناك نقابات مختلفة، نقابة التعليم العالي نقابتين محاضرتين معنا، وهناك حركة أمازيغية، هناك مجتمع مدني، هناك احنا لأننا نشرنا البلاغ ديالنا أعضاء في البرلمان حتى هما حاضرين معنا، هما راه كاينين اللي داروا التصريح. إذا معنا المجتمع المغربي كله يندد بجميع فرقه وجميع مكوناته يساندنا. هناك أيضا
طلبة تخرجوا تكونوا على يدي، هم الآن يتضامنون معي، وهم بإمكانهم هم تأسفوا على ما يجري، لأنهم يعلمون أننا نسعى لمصلحة الطالب وندافع عن مصلحة الطالب، بل نخدم الوطن بصدق وأمانة.